مع بداية العد التنازلي لشهر الرحمة تتسابق الجمعية والمنظمات والهيئات إلى فعل الخير، وهو حال الهلال الأحمر الجزائري ببريان غردايا الذين ومنذ الأيام الأولى لشهر رمضان يعمدون إلى إطعام عابري السبيل عند الطريق الوطني، حيث بلغ عددهم إلى حد الساعة ما يقارب 2500 صائم. وفضل جهود كل الاخر المتطوعين سواء من الهلال الاحمر او خارج الهلال الاحمر من الجمعيات والنوادي اللي راهم ساعدونا بارك الله فيهم. الحمد لله كما كنشوفوا الاقبال تاع العابرين السبيل والاقبال تاع العمال ولا المتطوعين مشكورين بارك الله فيهم واجرهم على الله. الحمد لله ولا كثر خير المحسنين هذا يبر على الشوربه كفليك طاجين وديروا خلصوا بلاصتنا بعد الدور توزيع الوجبات على المسافرين والعابرين السبيل. بإمكانيات خاصة وبمساعدة المحسنين يتم تحضير وجبات الإفطار في المنازل، ثم يأتي بها المتطوعون أين يقومون بإطعام حوالي 200 شخص يوميا يسافرون على هذا الطريق، والذين استحسنوا المبادرة وطريقة المعاملة والاستقبال. من بداية شهر رمضان رانا نفطرونها الحمد لله كل خير كان لاباس. أنا وزميلي شوارع تاع السميات حابسين جماعة قلنا تقعدوا تفطروا نشكروا الرجال اللي واقفين. إن شهر رمضان لا يخلو من المحسنين ومن فاعلي الخير، كما لا يخلو من كسب الثواب عبر إطعام الصائمين والمسافرين.